السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. يلا بينا نعمل صينية بطاطس سريعة جدا وصحية قوي كمان. يلا بينا نشوف طريقة التحضير. طبعا هنجهز كيلو بطاطس وهنجهز كيلو شيش وهنجهز كوبايتين عصير طماطم ومكعب مرقة وملح وفلفل والثلاث بهارات كمان. الأول دي صينية بطاطس. طبعا ادي البطاطس اهي متقطعة شرايح سميكة شوية ومكعب مرقة وهي فعلا سريعة جدا، وملح وفلفل والثلاث بهارات. لو انتي مش عاملاها زي ما احنا عاملينها على القناة هتبشري جوزة الطيب، وطبعا بصلاية صغيرة متقطعة مكعبات، وهنقلب كله في بعضه كده على طول. وطبعا تكوني ضاربة في الخلاط حوالي نص كيلو طماطم، يعني بمعدل كوبايتين عصير طماطم. طبعا قلبناهم مع بعض كويس زي ما انتوا شايفين. وطبعا الشيش انا كنت غسلته بمية ودقيق وصفيته كويس جدا. كده خلاص يعتبر يعني ايه. هننزل بس بعصير الطماطم ومعلقة سمنة بلدي او 3 معالق زيت ذرة. حاجة كده صحية وسريعة جدا في نفس الوقت، ومفيش حد ما بيحبش صينية البطاطس. طبعا بقى هنحط بقى عليها معلقة سمنة، يا سمنة بلدي يا اما 3 معالق زيت ذرة. بعد كده بقى هنتبل الشيش. هنجهز ملح وفلفل وكوباية زبادي وعصير برتقانية واحدة بس. مش متاح ليمون، يا اما معلقتين خل او معلقة خل كمان كفاية. ملح وفلفل وعصير برتقانية وكوباية زبادي صغيرة. قلبناهم مع بعض كويس، وبعد كده بقى ايه، هنغلف الشيش بالتتبيلة دي. طبعا صينية البطاطس بقى نعمل معاها رز بشعرية، يا اما طاجن رز معمر حادق في الفرن، يا اما رز حباية وحباية، يا اما رز ابيض، طبعا براحتكم. بس طبعا يعني هي خفيفة جدا وسريعة جدا. طبعا احنا مشغلين الفرن اول ما ابتدينا في صينية البطاطس على درجة حرارة 200 عشان تستوي معاكي بسرعة ويبقى وشها كمان محمر قوي يعني. طبعا كمية الشيش اللي انت عايزاها براحتك. طبعا كده خلاص بقى هدخلها الفرن على درجة حرارة 200، وكنت مشغلة الفرن حوالي قبلها ب10 دقايق. طبعا زي ما انتوا شايفين انا كده بقى كنت ابتديت في الرز خلاص، وصينية البطاطس خلاص قعدت معايا حوالي ساعة وربع. دي شكلها بعد ما خلصت. يا رب تعجبكم. اذا عجبكم الفيديو لايك وشير واشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله.